ثانيه واحده. ايه ده؟ ماما يا حبيبتي بابا حبيبتي، مش ليه قلت لي انهم محجوزين في المستشفى ليه؟ والله العظيم الغباوه دي اللي هتبوظ الدنيا. ممكن ثانيه واحده بس، ثانيه. الحمد لله. ليه هنا؟ الصورة دي نطت من شنطتك وكلمتني في التليفون وقالت لي ان علا لسه بتفكر فيك، بالرغم انها لسه خايفة تعترف انها بتحبك، بس كتبت كل اللي هي حاسه لك على عارفة ظهر الصورة. انت كمان قريت اللي على ظهر الصورة؟ ايوه. انت كنت ممكن تقولي لي يعني انك نفسك تكملي دراستك وتهتمي بشغلك اكتر، استناني شويه، ما كنتش مانع اكيد. معلش انا اصلي كنت عبيطه شويه وعايزه اتجوز والسلام عشان ارضي الست دي واسكتها والراجل ده يرتاح شويه. كانش يهمني اتجوز مين، والفرح بالنسبه لي كان جواز ودخله وشهر عسل في شرم والعريس ده هيبقى كومبارس صامت في فيلم حياتي. دلوقتي بقى انا فهمت ان انا لازم اعرف انا مين، بحب ايه وبكره ايه، واقدر اعمل ايه لوحدي قبل ما ارمي نفسي في الدوامه دي. طيب ودلوقتي تقدري ترمي نفسك؟ أنا بحبك يا علا، تتجوزيني؟ أنت عارف أنا نفسي أسمع الجملة دي بقالي قد إيه؟ عارف، من 1998. بس أنا رأيي كمان إن إحنا نختصر موضوع الخطوبة دوت ونخليه جواز على طول. مش أنت كمان عايزة تتجوزي ولا؟ طبعًا عايزة أتجوز. وأنا كمان عايزة أتجوز. دول بتمنى يبقوا. صغير، استنى صغير. جربنا. أخيراً هاخد أوضتك. أنت فستان الفرح يا نور عيني، خليت المرسي يبعتهولك من ليبيا. عرفك عليه المرسي ده جميل، وعلى فكرة أيمن بيسلم عليكي. ماليش دعوة بيه. عملت الحكايه دي كلها؟ يوضع سر في اضعف خد. عايزين فرح في فرح، مش عايزين قاعه ولا دوشه. حضرتك مفيش ولا دوشه ولا قاعات خالص. امال لو عرفت المفاجاه الكبيره بقى. ايه مفاجاه ايه تاني؟ عشان انت حبيبي بس والله. ليا ابراهيم صاحبي ابوه رئيس تحرير مجله كبيره قوي وجورنال كبير قوي، خليته نزل لنا خبر تهنئه في كل الجرايد. مبروك للعروسين هشام السلموني وعلا عبد الصبور. يا لهوي، تهنئه في جورنال؟ الحقني يا هشام. تهنئة ايه يا ابني؟ انتوا اتجننتوا؟ هو حضرتك عيلتكم ما بتحبش الفرحه تماما ولا ايه؟ في ايه؟ حصل ايه؟ فيها يا عم ان انا من الصعيد وعليا طار، ولو الناس دي عرفت مكاني يبقى انتهيت. تاجر مخدرات؟ انت هتهزر؟
بقول لك طار. طار ايه يا ابني؟ هو في حد بيعمل حاجات دلوقتي؟ المسائل دي بطلت من زمان. قول له يا دادي. ثم حضرتك يا معلم مفيش حاجه من الحاجات دي بتحصل تماما. احنا هنا في الالفيه الجديده والمكان اللي احنا فيه ده مؤمن جدا، يعني لا يمكن يحصل حاجه من الحاجات دي هنا. ابدا ممكن يحصل. لا يا جماعه صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. مفيش حاجه بقى، صلوا على النبي. الراجل عليه طار. الموضوع بسيط ومامته بتخاف عليه بس، فانا بحاول اشرح له ان هنا المكان مؤمن جدا ولا يمكن يحصل حاجه هنا ابدا. ايوه لازم امشي دلوقتي حالا بجد. وجودي معاكي خطر على حياتي، لازم امشي دلوقتي. يعني لازم انسيني خالص، انسيني خالص بجد.